السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم طريقة تحضير الرقاق. يعني طريقة غادي نعطيها لكم بكل التفاصيل نتاعها وغادي ينجح لكم ان شاء الله. تبعوا معايا لا فيديو، واللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس، ونمر مباشرة لطريقة التحضير. انا هنا عندي 500 غرام تاع سميد رطب، يعني هداك الرقيق كاع، وعندي ملعقة كبيرة تاع الملح، وهنا عندي الماء دافي. نقعد ندير في الماء ونلم في ديك العجينة نتاعي. هنايا الرقاق كما تعرفوا، الرقاق يبغي دليك بزاف، ويبغي تاني كي تكونوا تعجنوا فيه ديروا له الماء باش هذاك السميد يطرى معنا في العجين. دونك هكا كما وريت لكم انا ليمت هذيك العجينه نتاعي، ونقعد نحطها في بلان دو طرافاي وتعجنوها حوالي دقيقه كما راكم تشوفوا هكا. ومن بعدها نديرها في القسعه ونغطيها. انا هنايا نخليها ترتاح نص ساعه. بعد ما ارتاحت لي نص ساعه نعاود نحطها بلان دو طرافاي ونجيب الماء دافي ونبدا ندلك فيها. دوك هنايا غادي ندلكها تاع بصح، يعني انا هنا قعدت نعجن فيها حوالي من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. نعجنها غايه الغايه باش الا بغيت يخرج لي الرقاق شباب، ولا ميم العجينه تاع المسمن تاني تبغي الدليك بزاف، كي تبغوا الرقاق يخرج لكم ويعني يخرج لكم ناجح، لقلكم تعرفوا بلي الرقاق يبغي دليك بزاف. يعني ما ديروش على كاين وحدين اللي يقولك بلي الرقاق نديره بلا ما نعجنه بزاف، ولا هذوك كاينين هذوك لي زاستوس، يعني هذوك الطرق، ولكن يديروه في الليل، ينجموا يعجنوه وديره تعجنه في الليل وتخليه كاع الليله، كاع الليل هذاك يقعد باش زعما يعطيها نتيجه غدوه، يعطيها نتيجه مليحه. بصح تاع باش ديريه في نهارك ما كانش منها هذه تاع ما تدلكيش بزاف ويجيك شباب. الا قدرت تدلكيه غايه كما راكم تشوفوا انا هنا دلكته تاع بصح، يعني العجينه هذه حتى ولات طريه طريه تاع بصح. وهي كي تقعدوا غير تعجنوا فيها، انا شوفوا راني نعجن وكل خطره نعاود نشمخ يديا في الماء دافي ونعاود ندير في العجينه وتاني نقعد هكا ندلك فيها هكا كيما نوري لكم كيما راكم تشوفوا في الفيديو. الا بغيتوا باش الرقاق تاعكم ينجح لكم، وبالنسبه للمبتدئات تاني اللي جامي لا داروا الرقاق جامي لا عجنوه وكاع، هذه الطريقه غادي تتبعوها ويخرج لكم رقاق شباب بزاف بزاف. شوفوا انا العجينه هنايا بعد ما درت لها الماء وقعدت نعجن فيها حتى تولي تلصق في يديا. هنا كي تولي تلصق في يديا نعرف بلي العجينه ما خصهاش الماء، سي بون. هنا نقعد نعجن فيها نعجن حتى اللي ندخل هذاك الماء يدخل فيها الداخل. شوفوا كي تشوفوا العجينه تاعكم تلصق هكا عرفوا بلي العجينه هذه غادي تنجح لكم والرقاق غادي يخرج لكم شباب. انا هنايا جبت ساشي شمخته من الداخل، غير تشمخوه وصاي، ندخل فيه العجينه ونخليه يرتاح ساعه. هنا بعد ساعة شوفوا العجينة كيفاش راها ما شاء الله، شوفوا كيفاش راهي طالقة روحها وراهي خفيفة تاع بصح، الله يبارك. هنايا انايا نعاود كلي نقعد نعجن فيها باش ندخل هذاك الماء ندخله فيها. سي بون هنايا راهي طريه، راهي عندي عجينه شابه بزاف. نجيب الزيت، نجيب البلا تاعي ندير له شويه تاع الزيت ونبدا ندير فيهم دوائر كما راكم تشوفوا هكا. دوائر بيان سور انا نديرهم شويه صغار باش ما يغبنونيش من بعد في الحل نتاعهم وكاع. وتاني تجيني ورقه تاع الرقاق تجيني ظريفه، يعني لو كان مسمن نزيد نكبرهم شويه على هكا، مي الرقاق نو ما نكبرهمش. بعد ما نديرهم كاع دوائر ندهنهم كاع من الفوق بالزيت كما راكم تشوفوا، ونغطيهم بالساشي هكا، نغطيهم بالسربيته تكون نقيه ونخليهم نص ساعه يرتاحوا. ومن بعدها نبدا انا هنايا ندير الطاجين تاعي فوق النار نخليه يحمى، ونجيب القصعه ندير يعني نقلبها وندير فيها. القصعه تساعدني بزاف بيان سور نطلي فيها الزيت ونحط فيها العجينه نتاعي ونقعد نحل فيها كما شفتوني حليتها، وتقعد تكسلوا فيها في الاطراف. والطاجين نكون دايره فيه الزيت تاني. والطاجين كي تحطوا فيه العجينه نتاعكم تنقصوا النار باش هذاك الرقاق تاعكم غير تشوفوه نشف صاي تقلعوه هكا كما كنتم تشوفوا. غنحل يعني انا غندير شحال من حبه معكم باش تشوفوا. شوفوا ما شاء الله كيفاش العجينه كي تكون
تكونوا عاجنينها غايه وكاع تنتحل لكم فاسيلمون. شوفوا نحطها في الطاجين، كي تحطوها في الطاجين غير تشوفوها تنشف صاي تقلعوها، ديروا كيما هكا كيما راكم تشوفوا. كما قلت لكم العجينه كي تكونوا دالكينها غايه وعجنينها غايه وتخلوا لها تاني الوقت باش تريح. انا كيما هنايا درتها في نهاري. لو كان نتوما تبغوا ديروه يعني تبغوا يخرج لكم تاني شباب ديروه من قبل تعجنوه وتخلوه تبيتوه كاع الليل، والصباح كي تجي تقي العجينه تاعك ريحت غايه وتقيها طريه وكاع تاني تجيك الخدمه فيها سهله هكا كيما راكم تشوفوا. بصح شتي لا لكم تعجنوه مليح كيما قلت لكم، يعني الرقاق يبغي العجين تاع بصح. هكا شوفوا كيفاش نحلوها كاع وترفديها هكا بيديك، ويديك تكوني دايره لهم الزيت باش ما تقطعيش العجينه تاعك. ترفديها وتحطيها في الطاجين، وانا هنا كاني نطيب فيهم نديرهم في ديك لابواط ونغطي عليهم هكا باش يقعدون لي طريين. هكا دائما ديري الزيت ديري في القزعه وديري في العجينه تاني كي تحطيها باش تنتحلك بسهوله ما تغبنكش. انا هنا الرقاق هذا درته باش نديروه ان شاء الله في الناير هكا كيما راكم تشوفوا. يعني هذه وصفه سهله بزاف بزاف ووصفه ناجحه. هكا ديريه في الدار وتخدميه وديريه للعائله تاعك ولولادك، ديري لهم مرقه تاع الرقاق. يعني حنايا الرقاق كما تعرفوا نديروه في كاع المناسبات، نديروه في الناير، نديروه في 27، نديروه في سيدنا، يعني ديروه تاني في العيد، كاين اللي يديروه بروميي جور تاع العيد. يعني اكله تقليديه عندنا كما راكم تشوفوا. يعني وهاد الوصفه بالنسبه للمبتدئات تاني ديروها وتنجح لكم من اول تجربه تنجح لكم. هي لا تبعوا غير الخطوات، يعني هو الرقاق ينجح ولكن يعني هو السر تاعه، سر النجاح تاعه في العجين. كي تعجنوه غايه وكي تكونوا تعجنوا فيه تاني تدخلوا له الماء مليح، ديروا له الماء باسكو علاه هذا غير السميد وحده، والسميد لو كان ما ديرولهش الماء يقعد لكم يابس، ومن بعدها في العجين تاني يجيكم يابس. وما في العجين ما تقدوش تعجنوه باسكو تحسوه باللي ما راهش طري، العجينه تاعكم ما راهيش طريه. بصح لو كان تعجنوه غايه ودخلوا له الماء مليح وتخلوه يرتاح تاني غايه، يعني تعطوه الوقت غادي ينجح لكم. وما في كي تقعدوا تحلوا فيه ينتحل لكم بسهوله. وهنايا طبعا النتيجه الاخيره بعد ما كملته كاع، شوفوا ما شاء الله كيفاش جا، يجي رقيق ويجي شفاف ويجي تاني طري يعني ينتحل معكم بسهوله. يعني شوفوا ما شاء الله كيفاش جا. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه كما قلت لكم وتعجنوه غايه وغادي ينجح لكم ان شاء الله، يخرج لكم كما هكا شباب. وهنايا في الاخير اللي ما راش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.